ازيكم عاملين ايه؟ معاكم الهام. النهارده هنعمل ريفيو عن باليت كونتور نايت سينما الجديده اللي هي شبه باليت بتاعت فوريفر، وهنقارنوها بالباليت القديمه بتاعتهم. ده كده باكج من بره، هي بتيجي 6 كريمي و6 بودر. الصلاحيه بتاعت الباليت ديت لحد 2027. الباكج صراحه حلو جدا، متعوب عليه، يعني مش شبه الباكجات بتاعت نايت سينما، فيعني دي حاجة عجبتني في الباليت ديت. دي كده حديد، هي حلوة جدا، شكلها قيم صراحة وعجبتني جدا، يعني شكلها بسعرها يعني كويسة وحلوة جدا. يعني انا جايباها ب70 جنيه من على بيج على الفيس كده، كانت منزلاها، فاول ما لقيتها بالسعر ده صراحه جبتها. يعني شفت ان سعرها وانا كنت عايزه اصلا حاجه شبهها فجبتها على طول. الباليت الوانها حلوه جدا زي ما انتم شايفين كده، هما بيجوا 6 كريمي. 3 منهم انا شايفه ان انا بستخدمهم ازاي. بستخدم دي كونسيلر، والاتنين اللي تحت فاونديشن صراحه حلوين جدا، وفول كفرج بجد. يعني كل حاجات نايت سينما كده صراحه. وكمان الباليت 3 الكونتور، انا صراحه بستخدم ده كمصحح، يعني عشان حاساه فاتح على انه كونتور صراحه، بس لو حد فاتح افتح مني يستخدموا كونتور عادي. ودولت الاتنين كونتور، وكمان ممكن نستخدم الدرجه الغامقه دي في الايه، في رسم الحواجب. نيجي بقى على الناحيه الستة الباودر، حلوين جدا، درجات حلوه نفس درجات الباليت القديمه، بس يعني ايه، كان في درجتين كده كنتش بحبهم في الباليت ديت، هما شايلين منها واحده. الدرجه التانية مبحبهاش، الدرجه البيضه ديت المفروض ان هي تبقى شفافه، بس احنا عارفين حاجات نايت سينما كلها كفرج، فالدرجه دي فيها كفرج، بس احسن كتير كتير صراحه من الدرجه اللي كانت في الباليت القديمه، احسن منها. يعني بقدر استخدمها مع الدرجه اللي تحتها، بيدوني لون وتغطيه حلوين جدا. انما الدرجه اللي كان لونها ابيض في الباليت القديمه، كنت حتى لما بحاول استخدمها مع لون تاني او مع تنظيف البشره او اي حاجه، كانت بتعلق كده وتمسك في اي حاجه، حتى لو بشرتك ما فيهاش عيوب. يعني انا بشرتي ما فيهاش عيوب كتيره، كانت بتطلع لي عيوب اوفر، يعني كانت بتخلي شكل البشره وحش. انما ديت الباليت دي صراحه ولا غلطه بالنسبه لي. هي بس الحاجه الوحيده يعني اللي مش عاجباني ان هم حاطين بردك الدرجه البيضه دي، كان ممكن يشيلوها ويحطوا اي درجه تانية صراحه، بس هي لا اتحسنت فماشي. فهي حلوه جدا وسعرها يعني حلو جدا. انا معرفش، انا جايبها ب70 من محل، بس هو جمله يعني، فانا معرفش في ناس نزلوها تاني غالي ولا لا، عشان انا شفتها اول ما كنت عايزاها شفتها على الفيس وكده، كان في ناس كاتبين 110، وكان في ناس كاتبين 75. والحلو في البردك في الحاجات بتاعت ميت سينما ان هو بيجيبوا ورقه على طول تفصل الحاجه من ده وده، فيعني دي كمان حاجه حلوه. فده سعرها اللي انا جبت بيه كان ب70، واظن ان هي يعني اكتر من 75 ما اشتريهاش صراحه، عشان الفتره اللي فاتت كان في منتجات المايت سينما كتيره نازله، وكانت التجار قاعدين يغلوا في اسعارها، شبه روج اللي شبه كيكو دوت اللي بقى دلوقتي داخل في 95 جنيه. ويعني عادي على فكره، في روزبيري عامله شبهه وب50 او ب45 عادي، مش لازم نضج عليه. دي كده الباليت القديمه اهيت، كانت بتيجي 6 بتيجي 8 كريم و8 باودر، والصلاحيه بتاعت ديت لحد 26 كده. العيب بقى في الباليت دي، يعني الباليت دي فيها عيوب كتيره صراحه، بس انا بحبها. وكمان برضك بحب ديت، يعني ديت ما فيهاش غير عيب واحد اللي انا قلت عليه، اللي هو البودر البيضه، بس يعني نتغاضى عليها عشان هي شكلها حلو وسعرها وحجمها، على فكره حجمها صغير مش كبير، فممكن تستخدميها تحطيها في شنطتك عادي، يعني انتي مسافره او كده تقدري تاخديها معاكي في اي حته. انما دي صراحه كبيره، حجمها كبير كتير يعني. وكمان فيها عيب كمان، الباكج سيء جدا. ده كان تاني استخدام ليا كنت بفتحها وعملت كده، يعني حرفيا كنت ماسكاها وعملت من ايدي كده على الترابيزه، راحت مكسوره بالشكل ده. فانا ما بحبش الباكجات بتاعت نايت سينما. برضك بيجي معاها الورقه ديت الالوان اللي كانت موجوده هنا، انا كنت عامله ريفيو عنها عندي على القناه. الالوان حلوه جدا، ما عدا اللون اللي احنا قلت عليه قبل كده، اللون ده ملهوش تغطيه، ما بيبانش، فمش عارفه بيتعمل بيه ايه لحد بقى ما بقيت يعني بستخدمه. مثلا انا استخدمت كونتور غامق، الكريم غامق، وعايزه اثبته ببودر ما تغمقهوش مثلا، فكنت بستخدمها. ديت كان المفروض ان كنت فيها بودر بيضه هنا، بس انا كسرتها ورميتها،
وحطيت بدلها بودر من عندي عادي عشان ايه احسن يعني، عشان بستخدم البالت دي ايدي بتروح لها كتير وكده. ودولت الدرجات اللي هنا. في حاجه كمان يعني بودر البيجمنت هنا في البالت ديت احسن من البالت دي في حاجه. البالت اللي هي السودا بتنشف يعني، نشفت ايه البالت دي نشفت بسرعه. كنت عشان اعرف استخدمها احط لها نقطه زيت اي نقطه زيت عندك يعني. كنت بستخدم زيت لوز حلو، كنت لازم كل مره تيجي استخدمها احط لها نقطه زيت، فده كان عيب من عيوبها. بس البيجمنت بتاعها حلو جدا صراحه. انما دي انا الكريمي اكتر. وكمان فيها حاجه الكونتور هنا كان في الدمج بتاعه صعب شويه، اوكي. انما الكونتور هنا حرفيا انا بحطه على بشرتي خلاص كده هو الدمج يعني، فعجبني جدا الموضوع ده فيه. بس لو انت هتحطي مثلا الكونتور على بشرتك دايركت برضك هيبقى صعب في الدمج، بس كان من هنا او هنا. انا بتكلم ان انت مثلا حاطه فاونديشن وبتحطي الكونتور في ايه، فالدمج بتاعه كان سهل جدا. ده البوينت ان ديت الباكج بتاعها رديء. الالوان نشفت بسرعه يعني، الكريم بتاعها نشفت بسرعه. البيجمنت بتاعها كان تقيل جدا زي بردك الباليت الجديده. البيجمنت بتاع الالوان تقيل وبيعلق، فلازم تاخدي بالفرشه وتنفضي وبايد خفيفه على وشك. بس الباليت ديت عجبتني اكتر صراحه، عجبتني اكتر. بس بردك انا بحب السودا يعني، اللي هو انا لسه بردك حتى السودا من مفضلاتي صراحه. السودا كانت انا لما جبتها اول ما نزلت كانت عامله 75، ودي اول ما انا جبتها دي لسه نازله قريب مثلا من اسبوعين كده. كنت جايباها دي ب70، والسودا كنت جايباها ب75. دي اكبر صراحه يعني، حجمها كبير جدا. بس الصغيره يعني الدمج بتاعها حجمها هيبقى مريح انتي مثلا لو حطيها في شنطتك، لو هتاخديه مثلا تحطي ميك اب برا او كده. فبالنسبه لي اللي هي ديت افضل من ديت بكتير يعني. بس شايفين فرق الحجم. وبس ده كان الريفيو بتاع النهارده. لو عايزين تسألوا اي حاجه اسألوني في الكومنتس هرد عليكم. وبس متنسوش لايك وسبسكرايب للشانل لو اول مره تشوفوني. باي.